طيب، واحنا بنتكلم على الصفقات والانتقالات وتحديدا انضمام النجم المصري عماد متعب لصفوف التعاون السعودي. يمكن الصفقة دي هتفرق كتير جدا مع عماد متعب نفسيا ومعنويا وفنيا، وهتحطه في حتة مختلفة. كمان عماد مع تألقه متوقع انه كمان ينقل فرقة التعاون السعودي لشكل مختلف. نعم. طيب، انا معايا على التليفون سيد عبد الله الدخيل، مدير إدارة الكرة بنادي التعاون السعودي. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك، وببارك لكم انضمام عماد متعب للتعاون. أهلا وسهلا، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام، وفرصة سعيدة إن أتحت الفرصة. ده احنا اللي بنشكر حضرتك يا فندم ان حضرتك موجود معانا. خليني اسالك على اتمام الصفقه، واخدت وقت قد ايه للمفاوضات مع النادي الاهلي ومع عماد متعب ايضا؟ ما في شك، هو شيء انضمام نجم كبير زي الكابتن عماد يعني يعتبر اضافه لنادي التعاون، خصوصا بعد نجاح اللاعب المصري في الملاعب السعوديه، يعني خصوصا في نادي التعاون الكابتن عصام الحضري ومصطفى فتحي، نجوم مميزين ولله الحمد. اصبح شكل التعاون مميز، وكذلك اللاعب المصري في الدوري السعودي، وهذا اللي شجعنا على انه يكون استقطاب لاعب مصري اضافه، اللي هو لما يكون نجم كبير زي عماد متعب بلا شك انه يكون اضافه، وخصوصا ان الطموح لدى التعاونيين اصبح كبير، وانها تكون فرصه سعيده وتكون فرصه ايجابيه للكابتن عماد انه يرجع من خلال بوابه التعاون لتمثيل منتخب مصر بحول الله وقوته في كاس العالم. ان شاء الله باذن الله. طيب، صيغه التعاقد هل هو على سبيل الاعاره لمده 6 شهور فقط، وفي نيه للابقاء على عماد بعدها، ولا هم لمده 6 شهور ويعود مره اخرى اللاعب الى النادي الاهلي؟ لا، هي مبدئيا اعاره حتى نهايه الموسم، ولكن احنا والنادي الاهلي اشقاء. ما في شك انه احنا اذا حصل لنا الشرف انه يكون استمراريه اللاعب في الموسم القادم، خصوصا بعد نجاحه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ما في شك انه احنا والنادي الاهلي اخوان ونقدر نتفاهم معهم على استمرار الكابتن عماد، ولكن مبدئيا هي عباره عن اعاره حتى نهايه الموسم الرياضي الحالي. هل عماد اتكلم معاكم في رقم القميص اللي هيرتديه، رقم 9 المفضل بالنسبه له او 10؟ اتكلم مع حضراتكم في ده في التوقيع التعاقد ولا لا؟ والله لا، بالنسبه للارقام طبعا ممكن تعتبر اخر اهتمامات الكابتن عماد، لانه طبعا تعرف الارقام بيكون في لاعبين سابقوا انه يرتدوا نفس الرقم هذا، فما يحق له يرتدي نفس الارقام هذه، ولكن هي تعتبر هي يعني رمزيه، ولكن الاهم من ذلك هو نجاح اللاعب وجهازيته البدنيه، وخصوصا ان الدوري شغال عندنا، انه يكون اضافه للمجموعه، وهذا الاهم لنا خلال الفتره القادمه. دور الحضري بقى في تقريب وجهات النظر ما بين اداره التعاون وما بين عماد متعب. ما اعتقد انه ممكن يكون قبول الكابتن عماد لعرض التعاون، ما في شك انه هو بعد نجاح الكابتن عصام وكذلك الكابتن مصطفى هو السبب الرئيسي، وكذلك انه تعرف لما يكون فيه نجاح في نادي معين فيسهل على لاعب اخر اللي هو زميل له زي عماد متعب انه يكون يعني حاجه سهله تكون للتاقلم، سؤاله عن الاجواء، عن المنطقه، عن اشياء كثير، عن النادي، عن البيئه، عن الاداره، عن التعامل. فلا شك انه سهلت على عماد الحاجات كثيره من عن طريق اللي هو الكابتن عصام حضري، اكيد انه كان حلقه وصل مميزه بالنسبه لعماد. سمعنا ارقام كتير جدا وفيها تباين فيما يتعلق بالصفقه وانضمام عماد. انتهت صفقه عماد ما بينكم وما بين النادي الاهلي، انا ما بسالش على مستحقات اللاعب، انما بسال على التعاقد ما بينكم وما بين النادي الاهلي على كام؟ والله مثل الارقام دي ما نحب ذكرها، خصوصا لما نكون الدعم يعني من هيئه الرياضه، اتكلم يعني برئاسه معالي المستشار تركي آل الشيخ، انه يكون دعم الجميع الانديه السعوديه، وان تكون العلاقه ما بين الشعبين اللي هو السعودي والمصري، وان تكون علاقه يعني كبيره ما بين الشعبين، وهذا الاهم والاميز ما بين الطرفين. ذكر الارقام وهذه تكون خاصه ما بين الناديين، ما نحب ذكرها، متعب يستاهل الكثير والنادي الاهلي عزيز علينا، ولكن زي ما ذكرت لك انه ما نحب ذكر الارقام، عشان تكون فيها سريه اكثر. عظيم. لكن اللي انا فهمته كده من حضرتك انه انضمام عماد متعب فيه دعم كبير من الهيئه العامه للرياضه والمستشار تركي آل الشيخ، صح كده مظبوط يا فندم؟ من هو معالي المستشار دعم جميع الانديه السعوديه، خصوصا ما بين اللي هو اللاعب المصري واللاعب السعودي. معالي المستشار
حريص جدا على انه يكون فيه علاقه ما بين الشعب السعودي والشعب المصري ما بين في المجال الرياضي بشكل كبير، وانه ان شاء الله يكون في برضه لاعبين سعوديين مميزين يكونوا يمثلون السعوديه في الانديه المصرية. ولا يلا نبتدي على طول في اخبار نادي الزمالك لان هي مهمه جدا الحقيقه. وهبتدي باللي انا بتكلم فيه واللي اتكلمت فيه امبارح، وبرضه هفضل اسال عليه. يعني النهارده نيبوشا بيختار بقى قائمته الماتش بكره، ماشي، ماتش طلائع الجيش، فطلع من القائمه احمد رفعت، استبعد احمد رفعت وضم اوباما. ده مش يعني ده يقودك لايه بقى؟ يعني ده انت فكر فيها كده. قال لا، يعني هو الراجل ده هو اللي حط القائمه الافريقيه فحط فيها احمد رفعت وراح شايل منها اوباما وشايل منها محمد ابراهيم. هو نفس الراجل يعني اللي كان امبارح كده راح صحي تاني يوم الصبح راح مطلع احمد رفعت من قائمه مباراه الجيش. فطبعا واضح جدا انه الراجل ملوش تدخل في موضوع احمد رفعت، واضح انه دي ايد الاداره هي اللي حطت احمد رفعت في القائمه الافريقيه عشان بس ما نقعدش نلف وندور. برضو ده ملوش علاقه بامكانيات احمد رفعت لانه لعيب مميز، يعني برضو للمره المليون عشان الكلام ما يتفهمش غلط. احمد رفعت لعيب كوره، يعني هو مش محتاج حد يسنده في القصه ديت، بس محتاج افهم حاجه معينه او الناس تفهم حاجه معينه. هو بيشارك ما بيشاركش، ده ما بيشاركش، ده الراجل حتى كان مستبعده من ماتش الجيش، ده ما لعبش لحد دلوقتي الموسم ده كله، 15 مباراه ما لعبهمش لحد دلوقتي. والراجل ضم في المقابل اوباما، واوباما يعني هيدفع دفع للانتقال للاتحاد السكندري، وافتكروا كلامي. طيب قائمه نادي الزمالك 21 لعيب فيهم احمد الشناوي وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف، حازم امام واحمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي ومؤيد العجان واحمد ابو الفتوح وطارق حامد واحمد توفيق ومحمود دونجا واشرف رؤى ومعروف يوسف ويوسف اوباما ومحمد الشامي واحمد مدبولي جمعه الاصابه، وعلاء وايمن حفني لعدم الجاهزيه، وخالد قمر وعلاء الشبلي واحمد رفعت وباسم مرسي واحمد داوودة. كل اللي انا بقوله لحضراتكم ده ليه اسباب فنيه فيما يتعلق بالاختيارات اللي هي قدام حضراتكم على اللي احنا بنتكلم فيها، ونجوم نادي الزمالك اللي قدام حضراتكم على الشاشه.